يلا نخزن التوم، ما تخليش العيد والترويق وتجهيزات الأعياد تخلينا ننسى نخزن التوم. أنا هنا جبت التوم أهو معايا أخضر، ولازم تجيبوا توم أبيض عشان التوم الأبيض هو اللي بيبقى للفرن. وطلعت كمية التوم ديت، تعبت يوم بس هرتاح باقي السنة بحالها. بصوا التوم جميل، وعملنا ما شاء الله الكمية دي، وكمان عملت الكيس دوت من العروق الخضراء اللي بتبقى تحت الراس. انا هنا قطعت راس التوم واتخلصت من العروش نهائي. عايزه اقول لكم حبايبي، انا بخزن التوم بعد ما الراس التوم كده يبقى الفص باين فيها. ما بحبش اخزنه في الاول عشان بتبقى الراس فاضيه وبيبقى عباره عن كله ورق ما فيهوش اي فصوص توم. هنا بقول لكم بصوا ادي ال- العود بتاع التوم اخضر وطري، هنعمل منه شويه عروق مفرومه كده نخلل بيها البتنجان، بتبقى جميله جدا وريحتها قويه جدا. هنا بمسك راس التوم وبقطع الجذور اللي فيها اللي بتبقى كلها طين دي، وبروح شايله القشره بتاعه التوم اللي بره دي. وبعد كده بروح قطعه راس التوم على اتنين، والخشبه اللي هو القلب بتاع راس التوم اللي بيبقى عامل زي الخشب ده، لو ناشف بنشيله، لو التوميه طريه بتبقى طريه خالص فبنسيبه. ادي راس التوم اهي، بوريك ان انا سايبه حته بعد الراس كده، حته خضره صغيره بعد الراس. وما بتخليش سوري، ما بتخليش التوم يبقى اخضر ولا اي حاجه. انا هنا بقول لكم اهو نشيل الخشبه اللي بتبقى في نص راس التوم، بس هي للاسف كمان طلعت طريه لان انا جايبه التوم طري خالص. خزني التوم وتعبي سنه وارتاحي بعد كده. جربي طريقتي ديت، هتلاقيها سهله وبسيطه وهيقعد معاكي من السنه للسنه. انا هنا وريتكم راس التوم بتتفصص ازاي عشان تكون جاهزه للفرن. هخلص الكميه دي وارجع لكم. وهنا حبايبي انا خلصت الكميه كلها، وهفرمه في المفرمه مش في الكبه. طبعا انت لو عايزه تفرميه في الكبه براحتك، بس انا حبيت السنه دي افرمه في المفرمه. بصوا انا هنا فرمت حبه، وبوريكم ان بصوا بيبقى مقاس واحد عشان المفرمه بتخليه مقاس واحد. الكبه بصراحه بتخلي حته كبيره وحته صغننه، فانا قلت ان المره دي افرمه في المفرمه احسن لي. وكمان هنحط مكونين اتنين، هما هيخلوه من السنه للسنه وانت بتقلي او بتطبخي ريحته يعني فظيعه، كانه طازه ولسه دلوقتي مفصصاه. انا هنا بفرم العكس، واقفه عكس المفرمه عشان التصوير، بس ان شاء الله اخلص حته التصوير واقف الاتجاه الصحيح بتاع الفرن. لو انت عايزه تخزني التوم في بطرمانات ازاز او بلاستيك عندك عشان ما تشتريش وتكلفي نفسك، اغسلي البطرمانات كويس حلو قوي، وبعد ما تغسليهم اغلي شويه ميه وحطي فيها حبه خل، وحطيهم في البطرمانات ورجيهم كويس، وسيبيهم حوالي 5 دقايق 10 دقايق في الميه السخنه والخل. انا هنا بوريكم ان انا فرمت اهو حبه توم. تمام. وبعد كده نشفيهم كويس وكده يبقوا متعقمين، وجهزي فيهم التوم. هنا بقى بعد ما فرمت كده حوالي يعني ربع التوم، عايزه اقول لكم هل انا هستعمل الماده الحافظه للتوم ملح وخل؟ هل نحط الملح دلوقتي؟ لا. طب نحط الخل على الحبه اللي احنا فرمناهم وبعد كده نفرم عليهم؟ برضو لا. هنخلص الكميه كلها وبعد كده ما نخلص هنحط الخل والملح بتاعنا. انا هنا خلصت اهو، وادي حبة العيدان اللي انا خدتهم من التوم. هحط بقى عليهم حبة خل كتير حلوين كده. طبعا لو متوفر عندي فلفل حامي وفلفل احمر كنت فرمتهم وحطيت عليهم الكزبرة والليمون والخل، وبقى جاهز معايا ان انا اطلع اتبل البتنجان على المخلل على طول. بس للاسف ما عنديش، فانا حطيت شوية خل حلوين وحطيت كمان حبة ملح، وهحطهم في كيس بعد ما اقلبهم كويس وهشيلهم مع التوم. اللي وصل معايا في الفيديو لغاية هنا ما ينساش يشترك في القناة ويحط لايك، وكمان يكتب لي في التعليقات
ايه رأيه في تفريز التوم بالطريقة دي ويجربه؟ دلوقتي انا خلصت اهو التوم. هنزل بقى بحوالي، هو مش حوالي، هما 5 معالق ملح حرامية، معالق الاكل. وكمان هنزل ب5 معالق من الخل، نفس المعلقة. هنا بقول لكم التوم ده حوالي من 4 ل5 كيلو. ادي 1 وادي المعلقة التانية، 3، 4، 5. انا هنا بحط بالويم بمقدار ايدي كده وبالنظر، عشان انا عارفة ايه هحط قد ايه. اللي طبعا يعني ما ينفعش تحط بالنظر بالمعلقة وتعاير عشان ما يتكبش ويبقى كتير جدا. عايزة اقول لكم يعني كده هيبقى باظ وهيترمي. هقلب كويس جدا، اهم حاجة نقلب كويس. طبعا انا قلبت حلو جدا ورجعت لكم. هنجيب بقى اكياس نظيفة وجديدة ونعبي فيها الثوم. اهم حاجة الاكياس تبقى نظيفة، والمعلقة اللي احنا قلبنا بيها الثوم تبقى ناشفة وريحتها مش خارفة اي حاجة. هنفرد كده الثوم في قلب الكيس، يعني حوالي سنتي، ارتفاع سنتي، عشان يبقى سهل معايا لما اجي استعمل الثوم اقطعه كده يتقطع معايا بسهولة، بدل ما اطلع الكيس ويبقى ايه كتلة كبيرة واسيبه لغاية ما يفك وارجع اشيله في التلاجة. لا، ده كده يعني بيخلي الثوم مصفر ومش حلو. اهم حاجة كده نفرد الثوم ويبقى الكيس سوا واحد. وادي معايا احلى واجمل كيس ثوم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وعايزة تشجيع كتير منكم عشان انزل لكم فيديوهات. ولو في حد عايز اي وصفة او اي طريقة لاي حاجة يكتب لي في الكومنتات وانا هعملها له. يا جماله بجد، هتتعبي يوم، انا عارفة ان هو تعب بس هترتاحي. هكمل بقى الباقي وارجع لكم. وهنا حبايبي انا خلصت كمية الثوم وهنرتاح باقي السنة. ادي الكيس اللي هو بتاع تخليل البتنجان، وادي كمية التوم اللي احنا طلعناها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير.